يا مساء الفل، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة وقفة عرفات، يا رب ربنا يجعلنا من عباده الصالحين، وإن شاء الله دعواتنا كلنا مستجابة يا رب، اللهم آمين. وربنا يرحمنا برحمته، وكل اللي نفسه في حاجة يا رب يحققها بإذن الله. بصوا بقى، هنعمل صينية مشكلة حاجات العيد الحلوة الجميلة دي، وهنعمل بقى سلطة الحياتي اللي كلنا بنعشقها، والويسكي بقى بتاعها، بس مش ويسكي تاني. لا، ده الويسكي بتاع السلطة، ربنا يا رب يبعدنا عنه ويجعل ما بيننا وما بينه سدة دايما. ثانية. معايا، لا مش لازم. بس ما شاء الله اللهم بارك. بص انا محضرة هنا بصل جوليان وطماطم. هو سلطة الحياتي معروف ان هي بتبقى القطع بتاعتها كبيرة شوية، وخيار، وهنا قرن ايه شطة سبايسي كده. صايمين ولا فاطرين؟ فهنزل بقى بالخيار والطماطم الجميلة كده كلهم بقى. انا قلت لكم ان هي بتبقى القطع بتاعتها بتبقى كبيرة شوية عن اللي احنا بنعمله العادي سلطة يعني. عادية. طبعا قرن السبايسي ده يا جماعة بيوديها في حتة تانية خالص، يعني قادرين تستغنوا عنه ممكن يعني. وهنا بقى معايا مقطعة يعني نص ربطة كده، واخدة كزبرة وبقدونس وشبت 3. انتوا بقى يعني عايزين تحطوا بقدونس بس ممكن، عايزين تحطوا كزبرة بس ممكن، يعني ايه اي حاجة انتوا عايزينها. وهنا معايا بقى عصرت هنا ليمونتين، واحط عليهم حوالي 3 معالق كده خل، شوية كده. بسم الله. وانزل بقى على السلطة الجميلة دي. كمان هنا معايا ملح وكمون وشطة، بس انا ما بحطش عليها اكتر من كده. عايزين تحطوا بقى آه، فلفل اسود ممكن، اي حاجة بقى انتوا عايزينها. واقلبها بقى كويس في بعض. واكتر حاجة بقى تفرق معاكم في السلطة دي مكعبات التلج. ايه مالك، الطبق تقريبا صغير شوية. هرمي عليها بقى مكعبات تلج كده. يا سلام بقى، يا سلام. وبص المكعبات التلج دي بقى، يا جماعه في ناس تقول لك نحط عليها صلصه، وناس تحط عليها بابريكا تغير طعم الخضار، هو ما فيش غير كده فقط. واسيبها بقى على التلاجة. وعايزه اقول لكم مكعبات التلج دي بتخلي السلطه كمان الخضار بتاعها منعنش كده، عارفين. وهحطها بقى على رف التلاجة، ونعمل بقى مع بعض الخطوات التانية. بصوا قلت اعلي التيست كمان، ورحت بشر طماطمايه وحطيت عليها بقى ميه كده ساقعه مشبره، واحطها عليها كمان. شبارة. يلا ادخلها بقى التلاجة، ونبتدي بقى في الطبق التاني. بسم الله. هنا معايا بقى نص كيلو لحمه، هحط عليه بصلايه اقطعاها، قصدي بشراها. ومعايا هنا بهارات لحمه وفلفل اسود وملح بس. هنا كمان بيضه. قلب بقى المكوناتنا الجميلة دي مع بعض. مهم. بيضة يا مروة؟ أيوة، جربي انتي بس ومالكيش دعوة. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. أنا كده قلبتها بقى كويس مع بعض، وببتدي أكورها كده. انتوا تعملوها بقى صغيرة كبيرة زي ما انتوا عايزين. أكورها وارجع لكم تاني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معايا هنا بقى نص كيلو كبدة ونص كيلو كلاوي، والكفتة عملتها كور وحطيتها على رف التلاجة. تعالوا بقى نبتدي بقى. صينية بقى كده على البوتاجاز وفيها شوية زيت، وايه تكون على اعلى نار عندكم، ونسيب الصينية تسخن حلو قوي. وانتوا عايزين تحطوا ليا حطوا، يعني براحتكم. مش عايزين تحطوا حتة زبدة، بس انا عايزة الصينية تسخن. هنزل بقى باللية تسخن كده بقى معاهم وتسيح وريحتها تطلع. بقى الايه اللي هي بقى ساحت، بصوا اصفرت خالص. وابتدي انزل بقى بالكلاوي، وابتدي بقى اشوحها كله على نار سخنه جدا. انا سايباها بقى تتشوح كويس، اصل عمرو اتلسع فخد التليفون وطلع يجري بره المطبخ.
ما شاء الله. بصوا كده هسيبها ايه تتشوح كده تشويحه كويسه، وانزل بقى كده بقى. بعد ما اتشوحت هركنها بقى كده على المخروط كده. عايزه اقول لكم ان انتوا تقدروا تعملوا الصينيه دي ان شاء الله حتى كل حاجه ربع كيلو، براحتكم يعني. وانزل بقى بالكبده. انا بحب الكبده عشان مش بتلسع. هسيبها برضو تتشوح في النص كده. وارجع لكم. بصوا كده ما شاء الله شوحت بقى الكلاوي مع الكبده، وهي كل حاجه فيها يعني الحاجات اصلا صغيره، يعني انا بديها تشويحه وهركنها كده، وهي لما بتتركن على جنب كده بتستوي برضو. هنزل بقى بالكفته اللي عملتها اهي ان شاء الله اللهم بارك، واسيبها بقى ايه تتشوح بقى معاهم برضو. مش هقلب فيها خالص لما تمسك نفسها من النار. هنا ما شاء الله بقى بعد ما حمرتها هوسع بقى حته في النص وانزل كده بقرن فلفل سبايسي. وبعدين بقى هنزل كده بنص معلقه من الثوم، ريحته بقى تطلع كده في النص. انا لحد دلوقتي ولا حطيت بهارات ولا اي حاجه خالص. وبعدين هنا عندي كزبره وكمون وبهارات لحمه وفلفل اسود، وانزل بقى عليها ليه مش قادره اوصف لكم الريحه هنا فعلا عامله ايه. ريحه جميله قوي، مش كفايه الواحد صايم. نجيبها بقى كلها كده خالص. تقدروا بقى تستخدموا شاورما، حته لحمه تكون بتستوي كده تحطوها وسطيها. تقدروا تستخدموا سجق، اي حاجه انتوا مش اللي مش بيحب الكلاوي يقدر يستبدلها بحاجه تانية، الكبده اي حاجه. قطعت بقى بصلايه وفلفل بقى اخضر وهديله تشويحه بس وخلاص. عايزه اقول لكم كل حاجه اديتها تشويحه ومستويه وجميله ما شاء الله اللهم بارك. يا خبر ابيض يا خبر ابيض على الجمال ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بصوا والله يا جماعه ما قادره اوصف لكم قد ايه الريحه جباره وخطيره. ولا السلطه يعملوا بقى الحركه دي كده قلب الصينيه كده يا باشا، وينزل ده بالحلويات دي. عايز تحط اي خضره انت عايزها تحت، جرجير بقى اي حاجه كده. بصوا تحفه ومستويه وطعمها خطير واحلى واجمل من بتاعه بره. ولا السلطه بصوا 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 خطيره ما شاء الله اللهم بارك. ميتها يا جماعه ويسكي. ما شاء الله. انا مخليها حراقه شويه. بصوا السلطه اهي، اديله يا باشا سلطتك كده. الله عليك يا ماما. بنتي بتطبل لي. الجمال ده. بنتي بتطبل لي يا جماعه، بنتي بتطبل لي. بصوا سندوتش بقى. الحلاوه دي. سندوتش عصا. لا كده كتير ده. اتفضل يا عموره حبيبي الفطار. يلا وكده بقى يكون النهارده يوم وقفه عرفات. ربنا يا رب يجعلنا كده. طعمها حلو قوي. الف هنا. انا عايزه بصوا بقى ادوق وشويه انا كمان كركديه بقى في والله. الحر ده. الجو نار، انا حاسه ان احنا دخلنا النار ولا ايه مش عارفه. يلا كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم ان شاء الله.